عن جديد يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويرة عربي ضمن الفقرة الأسبوعية فقرة القانونية أيضا يلي منناقش فيها ومنضطر لأهم المشاكل يلي بتهم الجالية السورية في الاغتراب والكردية خاصة. وطبعا دائما ضيفتنا هي الأستاذة المحامية غادة أحمد من ألمانيا، ويلي رح تجاوب على أسئلتنا وأسئلتكم بخصوص موضوع حلقتنا لليوم ويلي هو ترحيل اللاجئ أو اللاجئة. يسعد صباحك أستاذة غادة. صباح النور عزيزتي شيرين، ويسعد صباح جميع المستمعين. وحابة استغل الفرصة بس وأعيد جميع المستمعين بمناسبة أعياد الميلاد، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، ويا رب السنة الجاية تكون سنة خير علينا وعليكم. مهم. أستاذة غادة، الله يسلمك يا رب، وإن شاء الله هيك يدوم الأمن والأمان. بس لو تعلي صوتك لو سمحتي شوي. ما هي، خلينا نبدأ بأسئلتنا، ما هي العودة الطوعية المدعومة والإرجاع أو الترحيل؟ العودة الطوعية أو المدعومة هو خيار متاح دائما لجميع اللاجئين نعم. بالعودة إلى وطنهم الأصلي. يعني هذا الخيار بيكون نابع عن إرادتك. أنت مهم. ما عندك رغبة أنك تبقى بألمانيا أو بأي بلد أوروبي، بس بنفس الوقت ما عندك القدرة المادية لحتى تدعم عودتك، أو ما عندك القدرة المادية لتغطي تكلفة رحلة العودة. نعم. فهون الدولة بتساعدك وبتقدم لك الدعم المادي والمعنوي والتنظيمي، وبتنظم لك رحلة لحتى ترجع. بينما الإرجاع أو الترحيل، إذا بدي أعرفه بمعنى اللغوي، ممكن أقول إنه هو إجراء قانوني مهم. يتخذه السلطة المختصة في الدولة المضيفة نعم. بحق شخص أو مجموعة من الأشخاص، مهم. يقضي بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، سواء كانوا قد دخلوا بطريقة شرعية أو غير نظامية. مهم. معناها العودة الطوعية هي عودة بمحض إرادتك. أما الترحيل أو الإرجاع فأنت ملزم بالعودة أو بترك البلاد وفق قرار يصدر بحقك. نعم. متى وعلى من يتم تنفيذ قرار الترحيل؟ هلا، قرار الترحيل بينفذ في حال إذا كان هذا القرار أصبح نافذ. القرار النافذ يعني أنه خلص هذا القرار وصل لمرحلة التنفيذ. مهم. ولما بيوصل لمرحلة التنفيذ فالشخص هون المعني ملزم أنه يغادر ألمانيا بشكل طوعي. مهم. يعني بعد ما بيصدر بحقه هذا القرار بيعطوه فترة معينة لحتى يغادر ألمانيا. مهم. هو خلال هاي الفترة لم يقم بمغادرة ألمانيا. نعم. طبعا هون كمان لازم أنوه أنه الترحيل بيكون بينفذ الترحيل بحقه لما بيكون الترحيل ممكن أو غير محظور لأسباب قانونية. مثلا هذا الشخص رح يتم ترحيله لبلد، بس للأسف ما في علاقات دبلوماسية بين ألمانيا وبين هذا البلد، مهم. فهون ما بيكون ملزم بالترحيل. معناها قرار الترحيل لازم ما يكون محظور لأسباب قانونية. أما على من ينفذ هذا القرار فعنا مجموعة من الحالات يعني بينفذ بحقهم هذا قرار الترحيل. عندما هذا الشخص ما بيكون عنده تصريح إقامة، أو تم رفض طلب الحصول على هذا التصريح بشكل مهم. قطعي. مهم. والشخص المعني هنا يعني بيكون موجود بألمانيا بس موجود بشكل غير قانوني أو غير شرعي. هون بهالحالة بيكون مضطر لحتى يغادر البلاد، طبعا بموجب قرار الترحيل مهم. النافذ. قرار مهم. لازم يكون نافذ بحقه. نعم. كمان بيكون هذا الشخص استنفذ جميع الخيارات القانونية مهم. للاعتراض. هلا لما بيصدر حق الشخص انه لازم يترك المانيا او يغادر المانيا، عنده مده معينه، خلال هاي المده بيقدر انه يطعن في هذا القرار. نعم. يعني لازم هذا الشخص كمان بيكون مستوفي كل الاجراءات اللي بتصدر بعد الترحيل. هلا من حيث المبدا يعني ما ما بيحسن يرحلوا الشخص بمجرد صدور هذا القرار، لازم يكون هذا القرار نافذ. مهم. طيب، ما هي خطوات عملية الترحيل أستاذة غادة؟ بالنسبه للخطوات اللي ممكن نقول انه مكتب الهجره واللاجئين مم. هو المسؤول عن تنسيق عمليات الترحيل. هلا نعم. اول خطوه ممكن يقوم بها الموظف بالتحقيق او بمكتب الهجره واللاجئين، نعم. انه لازم يتاكد انه ما في هناك عقبه تمنع الترحيل. مهم. يعني بيتاكد اذا هذا الشخص قادر على السفر، ممكن يكون مريض، ممكن عنده اسباب مثلا، او ما عنده جواز سفر. مهم. يعني لازم يتاكد انه ما في شيء يعيق عمليه الترحيل. مهم. والخطوه الثانيه المكتب الهجره هو اللي يقوم بتحديد تاريخ الترحيل.
وعلى اغلب الاحوال ما بيتم ابلاغ الشخص بتاريخ ترحيله، او حتى هم مخططين لترحيله، لانه اغلب عمليات الترحيل تتم ليلا. مهم. طبعا الخطوه الثالثه، شرطه الولايه بتروح لشقه الشخص او العنوان اللي هو الموجود فيه، مهم. تنقله الى المطار ويتم تسليمه الى الشرطه الفدراليه، وهاي نعم. الشرطه بترافقه على متن المركبه، او على ترافقه خلال هذه الرحله الى مهم. خارج المانيا. هلا من حيث المبدا يعني انه يتم الترحيل عن طريق رحلات الركاب العاديه يعني، مهم. ومع ذلك ممكن يعني السلطه مثلا تخصص رحلات يعني خاصه لحتى تقوم بعمليات ترحيل الاشخاص. مهم. طبعا في شغله انه على مكتب الهجره احيانا بيصير عنده شك انه ممكن هذا الشخص يحاول او يتحايل انه ما يمنع يعني الترحيل، مثلا يقوم بالاختباء او يغير مكان اقامته. مهم. فهون المكتب هذا عنده حق انه يحجز هذا الشخص في مراكز الاحتجاز لايام او لاشهر لحتى رح يتم نحكي ترحيله. بهذا الموضوع عن مراكز الاحتجاز أكثر. اوكي. أستاذة غادة، متى ولماذا يوضع الشخص في مركز احتجاز الترحيل؟ يمكن حكيت انه مكتب الهجره احيانا بتشك انه مهم. هذا الشخص ممكن يتحايل يعني ويعترض على او يعرقل عمليه الترحيل، نعم. فيتم بوضعه بمركز احتجاز. مهم. طبعا هون اهم شيء انه السلطات لازم تتحرى عن هذا الشيء، يعني انه هل يا ترى تتحرى. فعلا مهم. هذا الشخص هل فعلا انه بده يتهرب او بده يغير مكان اقامته. يعني هون لازم يكون في ادله واضحه تقدم الى مكتب الهجره مهم. انه هذا الشخص فعلا غير مكان اقامته بدون ما يتم آه، بدون ما يبعث العنوان الجديد لمكتب الهجره. يعني في اسباب خلته يشك انه هذا الشخص ممكن يتحايل او يعرقل عمليه الترحيل. مهم. وكمان لازم يكون في يعني جلسه محكمه او استماع لهذا الشخص مهم. قبل ما يصدر بحقه قرار وضعه بمركز الاحتجاز. مهم. أستاذة غادة، ما هي حقوق الشخص خلال فترة الاحتجاز بغرض الترحيل؟ هلا مده الاحتجاز احيانا بتوصل ل6 اشهر قبل مهم. الترحيل. مهم. طبعا هذا في حال اذا هذا الشخص آه، وضع عوائق عمليه لعمليه الترحيل، ويمكن تتمدد احيانا لسنه. مهم. بالنسبه لاهم حقوق، انه هذا الشخص موجود بمركز الاحتجاز من حقه انه يستقبل زوار، مثلا يستقبل عائلته او حتى يستقبل المحامي او يتصل بمحامي موجود في نفس مدينته. مهم. وكمان في شغله ثانيه انه ما بيصير احتجاز القاصرين او او الاسر الذي لديها اطفال بشكل يعني بشكل منفصل. يعني العائله اذا اجى امر ترحيل العائله كامله، فتحتجز العائله كامله في مكان الاحتجاز. مهم. وحتى ممكن يوضعوا في مكان خاص للاحتجاز، يعني اذا اضطروا حطون بسجن مثلا بيتم فصلهم عن النزلاء الاخرين يعني المرتكبين جرائم. مهم. هل هناك مبررات أخرى للشرطة لتقوم باحتجاز شخص ما؟ لان احنا اذا كان تاريخ الترحيل ثابت بالفعل نعم. ومكتب الهجرة قام بجميع الإجراءات اللازمة للترحيل، يعني سواء الأوراق كانت جاهزة، مهم. المستندات، حجز الرحلة، هاي الحالة يمكن للشرطة أن تقوم باحتجاز الشخص حتى تاريخ يوم الرحلة. طبعا الهدف الأساسي من الاحتجازه أنه بس مشان ما يخلوا الشخص يتحايل أو يمنع عملية الترحيل. مهم. بيحتفظوا بهذا الشخص مدة معينة، يعني أحيانا ممكن 10 أيام مثلا. مهم. هذا كمان مثل ما قلنا انه يجب انه في شروط، يعني انه يكون الموعد النهائي للمغادره الطوعيه قد انتهى، انه خلص مثل ما حكيت بالبدايه، يعني هن بيعطوه مده معينه مهم. لحتى يغادر البلاد بعد صدور قرار الترحيل. هو نعم. في حال اذا ما غادر هاي المده فبيتم التنفيذ بحقه قرار الترحيل. مهم. وهذا بعتقد هذا اهم شيء. يعني يمكن طيب. الشغله الوحيده اللي هي بيخافوا انه ممكن هذا الشخص يتحايل او يمنع قرار الترحيل، فمن مهم. حق الشرطه تحتفظ بهذا الشخص. مهم. هل إلى أين يمكن أن تتم عملية الترحيل؟ هلا بالاغلب العمليه الترحيل بيتم للوطن يعني. مهم. طبعا هذا قلنا انه بشرط انه يكون لسه في علاقات دبلوماسيه يعني بين الطرفين. يعني مو معقول يرحلوا شخص لبلد ما في علاقات دبلوماسيه او المطار مسكر او ما في تبادل رحلات جويه. طيب، في حال في وجود خطر في هذا البلد. ممكن يتم تسفيره لبلد ثاني، يعني ممكن يصير في بلد ثاني موجود فيه قسم من اهله وهذا الشخص كان عايش في هذا البلد فتره من الزمن، بس هون كمان لازم يراعوا جاهزيه البلد لاعاده توطينه يعني.
مهم. هذا البلد الثاني بيكون عنده قدرة على استقبال هذا الشخص. مهم. هل يمكن أن يتم ترحيل الأشخاص الذين لديهم إقامة متسامحة أي تعليق مؤقت الترحيل؟ هلا الإقامة المتسامحة أو الترحيل المؤقت مهم. ما بيعتبر إذن إقامة، يعني هذا ما بيعتبر تصريح إقامة. نعم. وكمان هي يعني شخص إذا عنده هاي الإقامة مهم. ملزم احيانا بيكون ملزم بمغادره المانيا، يعني هذا اذا حصل على هاي الاقامه مو معناها حاصل على ترخيص اقامه، بس ممكن انه عمليه الترحيل او المغادره يؤجل لفتره من الزمن. مثلا اذا انتهت مده الاقامه المسموح بها اللي اسمها بالالماني دولدونج او تم الغاؤها، هون مهم. بيصدر قرار الترحيل. ويمكن كمان الغاء الاقامه المتسامحه اذا لم يعد هناك سبب صالح لوجودها، يعني هذا الشخص كان ممنوع انه يترحل لانه مثلا ما عنده جواز سفر، تمام. مهم. هلا هون حصل قدر يعني يقدر يحصل على على جواز السفر، فبهذه الحاله يمكن انه ينفذ بحقه قرار الترحيل. مهم. ما هو الدولدونج؟ الدولدون هو يعني انه اقامه مؤقته تمنح لشخص لفتره معينه، أها. و بس هاي ما بتعتبر تصريح اقامه، يعني ممكن يعني في اي مو وقت مرخصة. يتعرض للترحيل. أها. لا مو مرخص، بس هو تمام. موجود قانونيا بس غير مرخصة. ما هي العواقب غير. المترتبة على الترحيل أستاذة غادة؟ هلا اذا تم ترحيل الشخص بشكل صدر بحقه قرار الترحيل، هون خلص يعني بيصدر كمان بحقه شيء اسمه حظر رسمي على الدخول الى المانيا او نعم. حتى الاقامه فيها. هذا طبعا وفق القانون الاقامه الالماني الماده 11، وهذا يسمى الحظر، يعني منع الدخول. مهم. مجرد ما صدر بحقه هذا الامر فيطبق بحقه انه هو ممنوع او محظور من الدخول الى هذا البلد مهم. لمده ممكن احيانا 5 سنوات، واحيانا ممكن يكون 10 سنوات. هذا بحال اذا هذا الشخص كان مرتكب جريمه يهدد الامن العام في المانيا. مهم. وطبعا هذا مو مطبق بس بالمانيا، كمان مطبق يعني يكون محظور من التجول في جميع دول منطقه شنغن. نعم. ما كمان الذي شيء ثاني تفضلي. بيحطوا على الباسبور تبعه كلمه مرحل، يعني هاي الكلمة مجرد ما تنوجد على أو يختم على جواز سفر معناها هذا الشخص صدر بحقه قرار ترحيل. مهم. ما الذي يمكن فعله في حال صدور قرار الترحيل؟ إذا صدر قرار الترحيل طبعا أفضل شيء إنه هذا الشخص يوكل محامي، أو ممكن يقوم بتبليغ. نحن عندنا شيء اسمه منظمة الآزول، أو هي منظمة بتساعد اللاجئين، بتقدم لهم المشورة مثلا أو الدعم. مهم. فهذا الشخص إذا صدر بحقه قرار الترحيل من حقه إنه يوكل محامي او يتصل مع احد هاي المراكز مشان تعطيه افضل النصائح او تعطيه شو ممكن يساوي بعدين مثلا. من حقه انه يوكل محامي طبعا لحتى ياخذ المشوره منهم، يعني شو بده يتصرف بعدين. مهم. ما الذي يمكن فعله إذا تم الترحيل فعلا؟ اذا تم الترحيل هون كمان، بما انه هو كان عامل قبل هلا توكيل للمحامي، مهم. وهذا المحامي من حقه كمان انه يتحقق ما اذا كان الترحيل له مبرر قانوني. هلا مهم. احيانا ممكن هذا الترحيل ما بيكون له مبرر، مثلا هذا الشخص قدم للإقامة أو قدم طلب للجوء، نعم. تمام، وطلب اللجوء رفض، مهم. بس هو بيحتم طعن لحتى بيعرف أسباب ليش بده يتم ترحيله. تم رفض. لا لا مو تم ترحيله، لكن. ليش هلا هو قدم طلب اللجوء، تمام، أها. وطلب اللجوء تبعه رفض، فمن مهم. حقه يطعن برفض طلب لجوءه. أها. فهون بهالحالة ممكن أحيانا المحكمة يعني لم تبت بطلب الطعن نعم. الذي قدمه هذا الشخص، فمن حقه بهذه الحالة المحامي أنه يسأل عن الأسباب لماذا لم تبت الطعن الذي قدمه هذا الشخص. وبهذه الحالة من حقه حتى أنه يسمح له أنه يرجع لألمانيا إذا المحكمة تأكدت أنه لم يبت الطعن الذي قدمه هذا الشخص. مهم. هاي الحالة الوحيدة طبعا. مهم. نحن لهون بنكون انتهينا أسئلتنا أستاذة غادة. ما بعرف إذا بالختام في عندك شيء حابة إنك تقوليه. هو مثل ما قلت يعني موضوع الترحيل يعني شوي مهم. موسع وشوي له يعني مداخل كثيره، فانا مهم. حبيت اختصر او احكي عن اهم الشغلات اللي ممكن مهم. تهم اللاجئ. شكرا كثير لك الأستاذة المحامية غادة أحمد. كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، تحدثنا عن موضوع ترحيل اللاجئ واللاجئة. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. سيتجدد اللقاء معك الأحد المقبل. شكرا جزيلا.
مكملين بفقرات عطر الصباح مستمعينا ومتابعينا، ولكن بعد هذا الفاصل.